الحته دي تحديدا اتشهرت بعمليات التحرش. يعني اشمعنى المكان ده؟ عشان بيخشوا هنا في الممر، في الممرات يعني والممر اللي هناك ده مش بس تحرش احتكاك، لا ده بيخطبوهم وبيخشوا جوه. حضرتك شاهدت كام واقع التحرش؟ كتير من ساعة الثورة. يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني هم بيخطفوهم من عند الراجل؟ بياخدوهم وناس يضربوهم يعملوهم يضربوا في بعض، وفي ناس بقى يروحوا هنا اللي بيقولوا عليهم ايه؟ متسولين، وربنا طلعوا جدعان. الموضوع بيبتدي ازاي؟ يعني حضرتك بتبقى قاعده مثلا شايفه دلوقتي في بنت معديه، يعني انا دلوقتي بعد اللي سمعته ده 3 انفار ولا 4 يبقوا وراه. طب وانا اصبر قدام اروح مرجنا يروحوا مقطعينا يروحوا عاملين يتكلم، لو اتكلمت واللي يتكلم بقى يروحوا مضربينه. اللي عنده بقى بتاع الناس اللي ياخدها بيدخلها يعني عند البوابه ويقفلوا على الباب عليهم. ده انا امبارح دخلت عليهم اول امبارح دخلت عليهم قلت لهم بقول لكم ايه، دي مشيت من ورا عشان يمشوا. يعني تنقذوا البنات يا عم احنا كنا ازاي بقى؟ قول لي ازاي؟ يعني واحده ست يجي كام شاب ازاي يعني؟ شكلهم اللي هم العاديين اللي معتصمين في لا يا عم ده اللي بايده ده، لا مش بلطجيه، لا مش بلطجيه، لا مش بلطجيه. على فكره لابسين حلو، لا الشباب لابسين حلو مش بلطجيه. لا مش بلطجيه، ده البلطجيه اللي كانوا بيشلوه دوت كان هيمسكهم وبعدين رحت مزعقه له قلت له لا مالناش دعوه. الاثنين جايين من عند عرض زينة ماشيين عادي، مره واحده مش عارف باين كان معاهم صور لشفيع او كان مش عارف هم، انا كنت سمعت بس انا راحوا بقى لقينا كام عيل كده اتلموا عليهم وبدا بقى يتحرشوا بيهم. لو ما حدش اتلم كان الموضوع خلص، بس بقى مع هجوم الشباب بقى لما شافت كده وكله زق الزيطه، البنات دخلوا عندهم بقى الممر دوت الهدوم. اول ما وصلوا هنا قالوا هنا كانوا من غير هدوم خالص الاثنين، والناس قعدت تدافع عنهم ساعه وربع يمشوا الناس من هنا عشان يخرجوا البنات يلبسوهم ويخرجوهم ولا كانك بتقول اي حاجه، وكل واقف عشان يتفرج، والناس اصلا دخلوا البنات وكده، وخناقات ساعه وربع بالظبط ان هم يمشوا بس في الحته دي عشان يعرفوا يخرجوا البنات ولا في اي حاجه. اللي عايزين نعرفه اللي هو انت شفت ايه؟ شفت حاجات كتير وسخه يعني ملهاش لازمه. زي ايه؟ يعني زي النسوان يجيبوهم من بره كده صاخينهم وجسمهم كله عريان ومكشوف، وشباب تقعد كل واحد عفص في جسمها، يعني اشكال مش تمام يعني مين هيرضى في اخته ولا في امه ولا في حد قريبته حتى انه يحصل معاه كده. يعني في شباب برضه بيكونوا جدعان برضه يعني بيحموهم لحد هنا لحد الباب عندك. يعني بس يعني برضه بيجيبوها برضه متهان. تكون متقلع. يعني بيكونوا قلعوها بقى. يعني منظر ملهوش لازم. يفضلوا ربع ساعة ونص ساعة قاعدين هنا. قاعدين مستنينهم على الباب. يقعدوا مستنينهم بقى يطلعوهن يعني نطلعهم ازاي بنات احنا يعني. خلاص هي طالما دخلت بقى هي عمرها ما هتطلع طالما دخلت هنا. هم المفروض يعني من شجاعتهم يطلعوا في الميدان، بقى احنا عايزين نعمل ثورة ليه؟ عشان خاطر احنا نحافظ على بعضينا، مش عشان خاطر انه احنا نبهدل في بعضينا. يعني اللي بيحصل ده من الشعب اللي برا هم بيعملوا كده يعني ملهوش لازمة يعني حاجة حصل ده كم مرة تقريبا جولك بنات هنا؟ يا راجل ده 5 مرات حصلت معانا هنا. 5 مرات تروح تيجي هنا. البنات اللي تيجي شكلهم يعني مش مظبوط ولا؟ لا بنات ناس خالص، يعني ناس محترمين. يعني مش بنت تستنى هي يعني بتاعت الشوارع الوقفات برا دول ولا حاجة. هن لو كده احنا مش هندخلهن، لان هن بقى نستاهلن كده. انما دينا يعني بنات ناس يعني محترمات، يعني مثلا واحد صحفية برضه يعني دي صحفية يعني دي يعني كل بنات ناس يعني اللي بيجي هنا وبيتبهدل يكون بنات ناس يعني محترمين، يعني مش بنت يعني مش
فيها ناس مين اللي بيجيبهم من بره من الميدان مكان التحرش لحد هنا؟ يعني مين اللي بيجيبهم؟ الشباب بقى اللي بيحافظ عليهم، بقى اللي عايز يحس يعني في نخوة رجولة، يعني مش راضن برضه الموقف. فأقرب مكان هنا هو اللي بيتفتح لهم الباب ده. وانتوا اول ما بيجيبوهم بتعملوا ايه بقى؟ احنا بنقفل الباب لحد ما هم تدخلوهم وتقفلوا الباب؟ بندخلهم مع الشباب اللي هم مغطين عليها وبنقفل الباب. طبعا بيبقى في شباب كثير عاوز يلبسوا يخش وكده، فبس ما بيقدروش بقى بنتلم كلنا بنوقف بعقيل الناس وبنقفل الباب. ده صيانة عشان في ناس تانية في ناس تانية بتخش بقى يقول لك انا عارفها انا مش عارف ايه، فهمني انت، ويطلع معاه فوق وكده. فوق ايه؟ يعني يطلع معاه قال هو يعني يستر عليها يعني عشان خاطر ما يطلعها فوق. فاحنا ما بنرضاش بكده بقى، لو يطلع غير رياض المنتج مثلا بتاع قناة الجزيرة واللي يكونوا شغالين معانا فوق نخليهم هم ياخذوهم، لان هم هيحافظوا عليهم برضه اكثر من اللي هم دخلوا، لانها ما نعرفش هو ده اللي دخلها مين ده برضه. انت بارك الله فيك انك تدخلت، سيب علينا احنا بقى الباقي احنا نأمن عليها فوق. فبس يعني تفضل لحد ما في الحدث وتطلع فوق معززة مكرمة ومش اي حاجة. طب هو المرة دي كان الحوادث أكتر يعني في المليونية دي كانت الحوادث أكتر ولا كان في حوادث قبل كده؟ بكلمك عن اللي حصل دلوقتي كده بس. أنت بتتكلم عن دلوقتي بس، زمان بقى كان في حوادث كده بالشكل؟ أكتر من كده بقى كان زمان، أكتر من كده بقى. يعني كان زمان يعني أكتر؟ هو كل ما تكون مليونية كل ما هو بيحصل حاجات زي كده. يعني دي أنت متعود بقى على الموضوع ده؟ لا متعود عليه. فاحنا قادرين نقفل الباب. يعني انت عندك العمارة اللي وصلنا دي برضه. يعني المنطقة دي أنت شايفها خطر للبنات مثلا إنهم يعدوا من هنا؟ هو يمشوا فيها. بلاش أحسن يمروا من هنا. يعني الشباب اللي هم بيعملوا كده ده يعني ايه لازمة إن هو يعمل كده؟ أكيد في قوات من برا بتساعد على إن هو يعمل كده. يعني أنا مش بقول لك إن يعني بنات مش محترمات، يعني عارف لو مش محترمات هقول لك إني يستاهل، إنما لا زي يعني ناس محترمين، يعني أولاد ناس يعني لهم اسمهم ولهم مكانتهم. من الناس يعني برضه لهم نظرتهم في الإنسان يعني قدامنا.